بصوا بقى يا جماعة، دلوقتي برضو الساعة 6:30 الصبح. لسه برضو النهار قايم يطلع اهو، بس المرة دي مش في الشارقة، المرة دي أنا في دبي. المكان ده جميل جدا يا جماعة، كل يوم باجي فيه أمشي، يعني يوميا باجي هنا أمشي. لو ما كانش بقى بروح مكان اللي هو بصوره في الشارقة ده، بس أنا تقريبا يعني هنا أنا كل يوم. المكان ده عند الهيلتون. شوفوا برضو طيور جميلة برضو مالية المكان. شوفوا كل المكان ده بقى بمشي كله بقى بخط كده طولي كده بفضل ماشي. شايفين الجمال؟ وده بقى ده الهيلتون. حبيت اوريكم المكان علشان برضو تاخدوا فكرة عنه. الساعة دلوقتي 6:30، هما بيجهزوا لسه المكان. مكان جميل طبعا، الهيلتون غني عن التعريف. انا عموما باجي هنا كل يوم بمشي، مكان هادي ونضيف ومفيش ازعاج ولا حاجة. لسه بيجهزوا بقى وكده، لكن هو ده المكان المفضل عندي في المشي بعد الممشى بتاع الشارقة اللي انا بصور. انا عموما مقدمة هنا السي في بتاعي في الحبطور بلس، فيا رب يتقبل، بس من مدة انا مقدمة يعني بتمنى لو حد يعرف حد هناك، حد له صلة بالمكان او يعرف حد هناك او شغال هناك وقدر يساعدني في موضوع السي في ده، اكون شاكرة ليه جدا. ولو حابب يتواصل معانا ببعت له، بديله رقم يتواصل معايا وبرسل له السي في بتاعي اللي يقدر يساعدني في الموضوع ده. وبرضه انا حابة اشتغل، لو حد عارف حد في قاعات حفلات او حاجة يا ريت يقدر يساعدني. انا كمشرفة، يعني كمشرفة في القاعة. انا اشتغلت حوالي 7 سنين مشرفة قاعات ومشرفة في مدارس خاصة وكده، فاللي يقدر يساعدني في حاجة زي دي أكون شاكرة ليه جدا وهتواصل معاه. عموما ده الهيلتون، أنا حبيت أوريكم المكان هو المكان اوريدي عادي، بتقدر تدخل تقعد او كده يعني، بس انا كده باجي عشان بقدم السي في بتاعه كده. فلو حد يقدر يساعدني فيه او له علاقة بالمكان او يعرف حد هناك، لان انتوا عارفين نظام البلد الدنيا ماشية بالواسطات وكده، فاللي يقدر يساعدني في حاجة زي دي اكون شاكرة ليه جدا. شوفوا لسه النهار قايم يطلع اهو. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد اجمل.